السلام عليكم، مساكم الله بالخير أينما كنتم. أنا عبد الله العودة، طالب دكتوراه قانون دستوري في أمريكا، وإن شاء الله نقول على وشك أخلص الدكتوراه في جامعة بيتسبرغ، ولكن حاليا ساكن في شيكاغو، وشيكاغو تسلم عليكم. أحب طبعا أشكر المبادرة الجميلة لنزهة قارئ الحساب، وشكرا لاستضافتهم. ولأن الحساب نزهة قارئ فهو عن القراءة، عن المعرفة، عن الثقافة وكيف تناول الأشياء هذه. لذلك سأحدثكم عن القراءة النقدية. أنا مهتم فيها من فترة مي قريبة، ولكن أهميتها كبيرة جدا، وحتى لا يظن أحد أنها شغلة حديثة أو جديدة مثلا مع أنماط القراءة الحديثة وكذا. هناك نصوص قديمة جدا في تراثنا الإسلامي. بكل بساطة يمكن أن ندخل موضوع القراءة النقدية في عملية البحث عن البرهنة في تاريخنا الإسلامي، البحث عن البرهان، الشيء اللي فكل ما يزعم يجب البحث عن برهان له ويجب التدليل عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، البحث عن هذا البرهان. فحتى لو كان هذا الشيء الذي تبحث عن برهان شيء زعم في كتاب أو في مجلة أو في تاريخنا الإسلامي، شيء لطيف جدا عن شراكة السامع والقارئ، ما يسمى السامع والقارئ. في أثر لأبي الدرداء يقول القارئ والسامع شريكان، وهذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. طبعا لما تقول شريكان فمو فقط شريكان في الأجر، شريكان في الوزر، شريكان في مسؤولية هذا الشيء الذي يقرأ، فشريكان في المسؤولية خلينا نقول. فإذا أنت شريك لهذا الشيء الذي تقرأه فلا بد أن تعتني فيه عناية شديدة جدا، وتعرف أنك مسؤول عنه، تحاكيه، تنقده، تقرأه، تقابله. لذلك طور أصحاب العلوم، علوم المدونات في تاريخنا الإسلامي، شيء يسمونه التقميش، وعندهم مقولة عظيمة جدا. التقميش هو أقرب ما يكون لما نسميه في العصر الحديث التهميش، أنك تهمش على الكتاب، تنقده، تعلق عليه، تزيده. سموه تقميش ترى لأنهم يأخذون القماش ويلصقونه بالكتاب ويزيدون عليه وينقدون ويعلقون. في مقولة جميلة جدا في تاريخنا الإسلامي أنا أحبها كثير وكنت أنقلها، أنهم يقولون لا يبيض الكتاب حتى يسود. إيش معنى الكلام هذا؟ يقصدون، اعذروني ترى أنا من النوع اللي إذا صرت أسولف أو أتحدث كذا أمشي كثير يعني، فيمكن يزعجكم شوية المشي. وأيضا عشان على الأقل إذا لم يعجبك الحديث لا تخلو من فائدة من مناظر جميلة هنا في شيكاغو، وهي مدينة جميلة على فكرة. يقصدون فيها أنه الكتاب لا يبيض بمعنى لا يزدان وينير حتى تملأه بسواد التعليقات وسواد الكتابة عليه. لذلك في العصر الحديث يتحدثون عن شيء يسمونه العلاقة بين القارئ والكاتب. العلاقة بين القارئ والكاتب أنه القارئ قد يطور مفاهيم جديدة من خلال نقده للكتاب إلى أشياء قد لا يكون يقصدها أصلا الكاتب. لذلك بعضهم يبالغ يقول بأنه القارئ قد يصنع كتاب جديد من خلال قراءته كتاب معين من إضافته ونقده، والقارئ قد يعثر على شغلات في الكتاب لم يكن يقصدها الكاتب، تكون أحيانا أعمق مما يقصده الكاتب نفسه. لذلك الكاتب العظيم الإيطالي بوريكور قال كلمة حلوة فيما يتعلق بعلاقة بين القارئ والكاتب. المقولة أنه يقول اللي يألف كتاب مثل اللي يجمع له شنطة وهو رايح في السفر، هو مسافر وعنده شنطة، فالمسافر هذا عارف إيش بالشنطة بالضبط، ولكن لما يفتشها موظف الجمارك بيكتشف فيها شغلات لم تكن في الحسبان. بالضبط كاتب الكتاب زي كذا، إذا فتشها القارئ اللي هو موظف الجمارك في هذه الحالة سيكتشف فيها شغلات كثيرة لم تكن أيضا في حساب المؤلف. هذه بالتحديد هي القراءة النقدية، أنه تضيف على المؤلف كأنك إذا انتهيت من كتاب ألفت كتابا آخر خاص فيك وبفهمك وقراءتك. استأذنكم لبعض الوقت، هذه على فكرة شبكات قطارات، إحدى 8 شبكات قطارات في شيكاغو لأنها مليئة بالقطارات. لكم مجددا أمبرتو إيكو عالم في السيمائيات برضو قال كلمة لطيفة، يقول بأنه مؤلف الكتاب بعد ما ينتهي من تأليف الكتاب يتحول إلى أول قارئ للكتاب فقط،
بمعنى أنه يصبح واحد من مجموعة آلاف القراء اللي بيقرؤون الكتاب، كل واحد عنده نظرته الخاصة للكتاب، فهمه الخاص له. لذلك إذا فعلت القراءة النقدية، الكتاب الذي يثريك ويقويك ويكبر عقلك هو الكتاب الذي يستفزك. جان بول سارتر كان يقول أنه المعرفة هي عبارة عن استمرار الاستفزاز، بمعنى إذا بتعرف أشياء جديدة فأكيد لازم تستفزك، تخرجك عن قراءتك المألوفة لهذه الأشياء القديمة. حتى إذا قرأت كتب واستمريت في قراءة الكتب ولاحظت أن الكتب اللي تقراها تهدئك أكثر من اللازم وتمنحك طمأنينة أحيانا مبالغ فيها، فهذه الكتب ترسخ قناعات سابقة عندك، لا تعطيك قناعات جديدة، لا تعطيك معالم جديدة، لا تفتح لك. الكتب اللي تفتح لك آفاق جديدة هي اللي تستفزك، تخرجك عن طورك، أحيانا تزعلك وتغضبك وتجعلك تؤلف كتاب إلى جوارها. ولما أحمد أمين ألف كتابه الجميل جدا زعماء الإصلاح في العصر الحديث، وجد أنه أغلب الشغلات المشتركة بين قيادات الإصلاح وزعماء الأمة والمفكرين الكبار هو أنهم يحرثون الأسئلة الملغومة بحسب وصفه، بمعنى يفتقون الأبواب الجديدة، يسألون الأسئلة الكبيرة، يهزون الصوابات الموروثة، الصواب الموروث، الصواب المنقول، الإيمان بشيء وقراءته فقط لأن الناس ينقلون ويقرؤون ويؤمنون. ولذلك لما جاء الإسلام بثورته المفاهيمية والقيمية والثورة الثقافية والاجتماعية، ثورة ضد الاستبداد، ضد التهميش، أكبر ناس واجهوه هم الناس اللي سماهم القرآن ران على قلوبهم، أو اللي منعتهم الأغلال من النظر السليم. الأغلال هي عبارة عن هذه المفاهيم التقليدية اللي أخذتها فقط لأن الناس قالوها ولأن الناس جربوها ولأن الناس اقتنعوا فيها، حين أن القراءة النقدية هي نقد كل هذا لأجل البحث عن الحقيقة التامة ولمحض الحقيقة. فلذلك الإسلام يتحدث عن الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وفي آية أخرى وإن على آثارهم مهتدون. يبكت هذا النوع من الناس الذين أهملوا القراءة النقدية كما تسمى في العصر الحديث. آسف جدا أني طولت عليكم، وأشكر مجددا حساب القارئ على الاستضافة اللطيفة، وشكرا لكم أنتم لاستماعكم. نسيت أحط لكم حسابي في سناب شات، يكون في نقاشات شخصية وآراء وسواليف ويومياتي أحيانا.